السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم جيناكم من وصفات ام نادين. ان شاء الله اليوم راح نسوي فطور عروق الموصل. طبعا عروق الموصل مشهورة وكثير من متابعاتي رادوا الطريقة، واليوم لازم انزلها، يعني ما ظل بيها مجال، خطية صبرة وهواية. فطريقة العروق جدا سهلة وابد ما يعني ابد مو صعبة، ومكوناتها متوفرة، يعني مو فد شي صعب. الحشوة مالتها هين عندنا لحم مثروم بإلية، وهين عندنا بصل مثروم ناعم، وهين عندي فلفل وبقدونس وطماطة. واللي ما يحب يضيف هذن لا يضيفهن، بس إذا تضيفونهن تطلع أطعم وأطيب. أكو ناس ما تحب الخضراوات بالكبة، يحبون لحم وبصل، عادي بكيفكم. بس إذا تضيفين فلفل وبقدونس تطلع النكهة فد شي. وتابعوا الخطوات ويلا نبلش. هنا عندنا المواد، هسه خلونا نعجن العجينة. هاي الطاسة اللي نعجن بيها. هنا عندي طحين 4 أكواب، بهالكوب هاي قياس، هاي كوب، هاي كوبين، وهاي 3، وهاي 4 أكواب طحين. نضيف الجريش. بنات أنا أستخدم هذا الجريش. هنا تركيا جريشهم مو مضبوط، فإحنا دائما ناخذ من العراقيين الجريش. هنا ضفنا 4 أكواب الطحين، وهسه نضيف الجريش. هاي كوب، هاي كوبين، 3، 4. هاي 4 أكواب الطحين، ضفنا لها 4 أكواب الجريش، نفس القياس. طبعا ماكو بيت عراقي ما بيه من هاي الكوب، متوفر بكل بيت. وتضيفي لها خمرة، عندي من هاي الخمرة، راح اخلي كيس. كيس كامل. ونضيف لها ملح، ونضيف لها بصل. هاي بصل عندي للحشوة وللكبة، نضيف لها شوية بصل حتى تصير بيها نكهة وتصير طيبة. وإذا متوفر عندك شحم هم ضيفي لها شحم إليه، تطلع جدا رهيبة. هسه راح نعجنها وياكم. هسه هنا خلصنا العجينة وعجناها، وراح نغطيها ونخليها تخمر على ما نبلش بالحشوة.
خلصنا الحشوة، راح نضيف البهارات. هنا عندي هاي البهارات كلش طيبة. نضيف خاشوقة كوب من هاي البهارات، بهارات 7، خاشوقة صغيرة. وهنا عندي فلفل أسود، نضيف هم خاشوقة. خليت خاشوقتين فلفل أسود. وهنا عندي كاري المختار، ضفت خاشوقة. هنا عندي معجون، خاشوقتين. هنا عندي ملح، خاشوقة كوب. هنا نضيف اللحم، ونبدأ نعجنها. شوف بنات الحشوة تجنن. نعجن العجينة، العفو الحشوة. هسه هنا عند العجينة كملت خمرة، اختمرت. هسه هنا راح نبدي نسوي العروق. هنا العجينة خمرت وقطعتها، سويتها قطع. وهنا الحشوة كاملة. وهنا تحتاجين مثرامة، او ما عندش مثرامة صينية على الكاونتر بكيفك. وهاي العلاقة تحتاجينها، وتحتاجين زيت. ويلا نشوف الخطوات. هسه هنا خلصناها كمية. ندهنها بالمعجون. تريدين تشوينها بتنور الغاز، بتنور الكهرباء، تشوينها بالفرن، ماكو أي مشكلة. هالطريقة هذه كلها. خلصناها. هسه هنا استوت عندنا العروق ما شاء الله تبارك الله. شوفوها من تستوي تخلونها جدرية، خلون تيبس، تخلصون الكمية كلها تشوي.